السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. نتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير، ولقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم مع فيديو جديد. اليوم غادي ندير معكم واحد جوج ديال الوصفاتين اللي هما مختلفين وبلوجهم غادي يبردوا علينا في هذه الحراره اللي صراحه ماشي وقتها، ولكن الحمد لله اللي جات من عند مولانا مرحبا بها. المهم غادي نشارك معكم كيف ما قلت لكم جوج ديال الوصفات. غادي نشارك معكم كلاص اللي كيجي زوين بزاف، وغادي نشارك معكم التحليه اللي دايره ضجه في مواقع التواصل الاجتماعي. غادي نديرها معكم بالطريقه ديالي ان شاء الله. قبل ما نبدا معكم الفيديو ما تنسونيش باللايك، اول حاجه ديروا لايك وتفرجوا في الفيديو. ديك الساعه الصراحه بزاف ديال الناس كيف ما قلت لكم كينساو اللايك، ما فيها باس ديروا لي واحد لايك كتشجعوني باش ديما نحط معكم جديد. بالنسبه لهاد لا فيديو كنعتذر بزاف الا سمعتوا الصوت ديال الدراري الصغار، حيت ما عنديش شي حل ضروري انني خاصني نمونطي الفيديو نحطو لكم باش تستغلوا هاد الوصفات في هاد الحراره ان شاء الله. اول حاجه غادي نبداو بها، غادي نبداو نحضر معكم كلاص. هنايا خديت واحد البول، غتاخذوا بول اللي كيكون كبير باش يلاه الكريمه ديالكم تطلع لكم فيه. هنايا خديت ايترو ديال الكريمه السائله. بالنسبه للماركه اللي استعملت هولالا ما كتحتاج السكر، يعني كنطلعوها غير بوحدها. هنايا طلعتها، ما كنطلعوهاش حتى كتقصح، يعني كتكون هكا على هذا الشكل اللي موضح في الفيديو. زدت ليها واحد الفلون ديال الكراميل وجوج ديال الفلون، يعني دانون ديال الفلون جوج. المهم اي ماركه توفرت لكم استعملوها، غير يكون فلون ولا يكون يعني بنكهه الكراميل، يعني ضروري يكون بنكهه الكراميل. هنايا النوكا. بالنسبه للطريقه ديالها كنديروا كاس ديال السكر فوق النار اللي كتكون مهيله حتى كيتكراميليزا، من بعد كنزيدوا ليه اللوز وكنخليوه حتى كيبرد، وكنطحنوه على هذا الشكل، وكنضيفوه على الخليط ديال الكريمه وكنخلطوه جيدا حتى كيتجانسينا. من بعد كناخذ واحد المول اللي غادي نقدروا ندخلوه للفريكو. بالنسبه لي انا استعملت هذا، راه ما كيلصقش، يعني فرغت فيه الخليط، يعني ما غاديش يلصق ليا الكلاص ديالي. نتوما تقدروا تستعملوا اي مول متوفر لكم، ماشي ضروري تستعملوا هذا اللي استعملت. هنايا كنخبط شويه باش كينساوي السطح وكيعمر ليا كاع المول كامل وما كيجونيش دوك الفراغات. هنايا غادي نساوي ليه السطح وغادي ناخذ فيلم اليمونطير وغادي نغطيه من الفوق جيدا، وغادي ندخلو للفريكو. غادي نخليه ليله كامله حتى كيجمد. هذا الشكل ديالو بعد ما جبتو من الفريكو زينتو هنا بشويه ديال الصلصه ديال الكراميل وشويه ديال البسكويت مطحون. بالنسبه للتزيين كيبقى لكم الاختيار. هنايا قطعت معكم واحد القطعه، ملي تحطوه خليه واحد شويه باش يطلق، يعني باش يجيكم ليس. صراحه كيجي لذيذ، غير جربوه غادي يعجبكم ان شاء الله وغادي يعجب وليداتكم. دابا غادي ندوزو للتحليه. بالنسبه للتحليه هنا غنشارك معكم واحد التحليه بالمونغ. هنايا خديت نصف لتر ديال الكريمه السائله، نفس الماركه اللي استعملت في الكلاص هي اللي استعملت في هذه التحليه. صراحه كتجي كريمه اللي زوينه بزاف. هنايا غادي ناخذ ديك الكريمه، يعني ما زدتليهاش السكر غير بوحدها حيت ديجا كتكون حلوه. غادي نطلعوا الكريمه بالباتور. هنا غنضيفوا ليها واحد ساشي ديال الفاني، يعني ساشي وحده ديال الفاني. من بعد غادي نضيف ليها واحد فلون ديال الكراميل، وغادي نبداو نضيفوا في الجبن. بالنسبه للجبن انا اختاريت هنا نزيد كيري، درت 9 ديال القطع ديال الكيري. نتوما غتستعملوا اي ماركه ديال جبن توفرات لكم. من بعد زدت الدانون بنكهه ديال الكراميل وغادي نخلط الكل مع بعضياته. دابا غادي ندوزو باش نمونطيو التحليه ديالنا. هنايا عندي هذا المول ديال الزاج هو اللي غادي ندير فيه التحليه. نتوما اي مول متوفر لكم يمكن لكم ديروا فيه التحليه ديالكم. هنايا خديت العصير، صراحه ما كانش عندي ديال المونغ، استعملت غير العصير ديال الليمون هو اللي استعملت. داك بالبي يعني غير يعني ديال القرعه ماشي عصرته، وانا هو اللي استعملت في التحليه. كناخذ البسكوي. بالنسبه للبسكوي اي نوعيه كتفضلوها يمكن لكم تستعملوها، غير من الاحسن ديروا بسكوي اللي هو عادي، يعني تكون النكهه ديالو عاديه، ما يكونش بالشكلاط اولا بشي نكهه اللي غادي تخسر لكم التحليه ديالكم وما يجيش المذاق ديالها زوين. من الاحسن ديروا كيف ما قلت لكم بسكوي اللي كيكون بنكهه عاديه، بسكوي ديال الشاي ولا اي ماركه. المهم نتوما راني شاركت معكم في الفيديو اللي قبل الماركه ديال المشتريات البسكوي، يعني الماركه اللي استعملت راني شاركتها معكم، معروفه هاد الماركه. نتوما تستعملوا اي حاجه، ماشي بالضروره انكم تستعملوا نفس هذا اللي استعملت. المهم كيف ما قلت لكم كناخذو كنغطسو في هذاك العصير مزيان وكنبقى نساويه
في المول ديالي. بالنسبه للطبقه ديال البسكوي راه نتوما غديروا الكميه اللي بغيتو. انا هنا ما بغيتش انه يبان ليا يعني غطيت كاع الجوانب، غطيت كل شيء كيف ما كيبان لكم. هنا غادي ندير حتى في الجناب، يعني كنقسم البسكوي ديالي على جوج وكندير حتى في الجنيبات باش ما يبقاش ليا داك الفراغ لتحت. غادي نكمل على هذه الطريقه حتى كنقاد كاع الجناب، يعني حتى كنساوي البسكوي كامله وكنملأ كاع الفراغات، يعني كنقادو على هذا الشكل كيف ما هو موضح في الفيديو، بلا ما نحاول انني نشرح لكم، راه كل شيء موضح في الفيديو. ما بغيتش نسرع الفيديو باش يعني تكون الطريقه كامله باينه. هنايا خديت الكريمه اللي صايبت معكم، غادي نقسمها على جوج حيت غادي ندير جوج ديال الطبقات. غادي نقسمها على جوج وغادي نقادها فوق هذاك البسكوي، يعني كنساوي السطح ديالها وكنديرها في كاع الجناب، يعني ما كنخليش نهائيا الفراغات. كنزيد شويه بشويه حتى كنعمر الجنيبات كاملين. هنا خديت جوج ديال الحبات ديال المونغ، قطعتهم طريفات اللي كيكونوا رقاق. بالنسبه للمونغ راه تقطعوه عشوائي، يعني ما تحتاجوش انكم يكون قد ولا تقطعوه يعني عشوائي. انا عندي هنا المونغ طيب، ضروري يكون المونغ طيب، ما يكونش هذاك اللي قاصح باش يجيكم زوين. وقبل ما تستعملوا المونغ ديالكم ذوقوه، قبل ما تستعملوه في التحليه ضروري انكم تذوقوه باش ما يخسرش لكم التحليه ديالكم. المهم هنا درت ديك الطبقه ديال المونغ، من بعد غادي نعاود ندير الطبقه ديال البسكوي. بالنسبه للطبقات نتوما غتختاروا شحال من طبقه بغيتو ديروا. انا هنا استعملت جوج طبقات ديال البسكوي وجوج ديال المونغ وجوج ديال الكريم. هنايا كيف ما قلت لكم غادي ندير داك البسكوي بنفس الطريقه، كنغطسوه في العسل وكنعاودوا نديروه من فوق هذاك المونغ. بالنسبه اللي غادي يقول لي باش غادي نقدروا نعوضوا الفاكهه ديال المونغ، ما غادي نقدروا نعوضوها بحتى حاجه، حيت هاد التحليه اصلا معروفه بالمونغ، هاد التحليه برازيليه وراها دايره يعني ضجه في مواقع التواصل الاجتماعي. داكشي علاش صراحه بغيت نجربها ونشوف واش كتستاهل. المهم هنايا درت هذاك البسكوي، درت من بعد الكريمه، واخر طبقه غادي ندير الطبقه ديال المونغ. انا اختاريت انني نديرها هكا، كاين اللي كيدير يعني اخر طبقه ديال الكريمه، انا لا، بغيت ندير اخر طبقه ديال المونغ وصراحه جات زوينه بزاف. نتوما كيبقى لكم الاختيار، تقدروا انكم يعني ديروا اللي بغيتوا، انا غير عطيتكم اقتراح وصافي. هنايا كيف ما قلت لكم غادي ندير ديك الطبقه ديال المونغ. صراحه مباشره كيبان هذا المونغ احسن وكتبان التحليه احسن، يعني ما فهمتش هذا التصوير يعني دابا حيت انا كنصور بالليل ما كاينش يعني اضاءه ناقصه بزاف. من كنتمنى يكون باين لكم. هنايا درت هذيك الطبقه، غادي نوريكم الطبقات كيفاش كيجيو. هنا غندخلو للثلاجه باش يبرد مزيان، تقريبا كنخليو على الاقل واحد 4 ديال الساعات ولا 5. هنا التحليه ديالي بردات مزيان، غادي نشارك معكم ان شاء الله كيفاش كيجي الشكل ديالها من الداخل. ما نكذبش عليكم اول مره غادي نجربها، صراحه تحليه اللي خطيره وكتستاهل هذيك الضجه اللي كانت عليها، وصراحه كتستحق التجربه. زوينه بزاف، لذيذه، ما تشبعوش منها، ما كتجيش نهائيا حلوه، كيجي يعني الحلاوه ديالها متوازنه. غير جربوها غادي تنال الاعجاب ديالكم وغادي تعجب وليداتكم، كتجي معلكه ولذيذه بزاف. غير جربوها. كنتمنى الوصفتين بجوج يعجبوكم. ما تنسونيش بلي لايك ديالكم وبالتعليقات ديالكم الزوينين اللي كيشجعوني، وكنقول لكم الى فيديو قادم ان شاء الله. تهلاو في راسكم وبصحه والراحه.